يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طبق سهل وسريع. هو طبق الرز بالجمبري بطريقة سريعة وسهلة، مكونات بسيطة ومش تاخد منك اي وقت خالص. هي 5 دقايق بالظبط وهتكون اكلتك جاهزة ومتقدمة على السفرة. هنا عندي معلقة زبدة ومعلقة سمنة، سوري، زيت. وهنزل عليهم بيه بصلة مفرومة ناعم، وكمان شوية ملح. انا حطيت ملح، ده الملح بتاع الوجبة كلها او الطبق كله. وانا عايزة البصل تاخد اللون الذهبي الغامق ده. وهنزل عليها بالجمبري. انا مستخدمة جمبري مجمد، لو انت عندك فريش طبعا هيبقى اجمل بكتير. انا مش عايزة الجمبري يستوي او يدخل في سوا، انا عايزاه بس يتقلب مع البصل والبهارات اللي هننزلها. انا حطيت بقى البهارات بتاعتي، رشة من البابريكا المدخنة، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكركم، عشان الكركم هو اللي هيديني لون للرز. وهقلبهم كويس مع بعض. وهنا كمان عندي فص ثوم مفروم ناعم، ونص مكعب مرقة خضار. ممكن تستغني عنه، وممكن كمان تحطي مع البهارات دي بهارات سمك. وهنزل عليهم بقى بالرز. انا مستخدمه رز بسمتي. الرز البسمتي كل كوبايه بستخدم ليها كوبايه ونص ميه تكون مغليه. طبعا تقدري تستخدمي رز مصري. الرز البسمتي بيبقى حلو قوي في الوصفه دي مع الجمبري، بيبقى مفلفل كده وجميل كأنك عامله رز بالخلطه. وهنقلب بقى المكونات مع بعض، وهستنى الميه تغلي، ولما تغلي بنهدي عليها النار لغايه لما الرز يتشرب. الجمبري ما كانش استوى في الاول، هو اخد سواه مع الرز. والجمبري بيكون مدفون كده جوه الرز، يعني مش بس على الوش، لا ده بيكون جوه الطبق نفسه. فانا بحب جدا اعمله بالطريقه دي، بحس ان هو كل الكميه بتبقى فيها جمبري، مش بس من على الوش بتاع الرز او من على الوش بتاع الطبق بس. هنا بوريكي ازاي الرز مفلفل والجمبري مستوي جدا، وكمان مش مهري معانا، لا ده سوا حلو واخد سوا مظبوط. طبعا تقدري تقدمي الوصفة دي مع لوحدها من غير حاجة جنبها، بس شوية سلطة وطحينة، او تحبي تحطيها جنب طبعا وجبة سمك، اسماك، تليق مع حاجات كتير. وده كان وصفة النهاردة، يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.